مشاهدي فضائية بادينانسات، نتواصل وإياكم في تغطية الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي، خصوصا في حلقات تخص محافظة نينوى. في هذه الحلقات والتي سوف نقدمها من استوديوهات بادينانسات ستكون حلقاتنا أو برامجنا باللغة العربية، وذلك لكي نتواصل مع المصوتين والجماهير في حدود أو داخل محافظة نينوى، ولكي نستطيع من خلال هذه الحلقات إيصال الصوت المرشح على وجه الخصوص إلى المتلقي أو المصوت والجماهير في تلك المناطق، وإيصال آرائه وبرامجه المستقبلية لمجلس النواب العراقي والذي سوف يعملون عليه خلال ال4 سنوات القادمة. خلال هذه الحلقة أو في الحلقة الأولى من برنامج التصويت أو دندان نستضيف وإياكم الدكتور ميرزا حسن دنائي ذي رقم 3 من قائمة 266 من محافظة نينوى، وهو مستشار سابق لفخامة رئيس الجمهورية لشؤون الأقليات ومستشار حكومة الإقليم في الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الأقليم. أهلا وسهلا دكتور. أيضا نستضيف السيدة رنا حسن قاسكي ذي الرقم 12 من قائمة 266 من محافظة نينوى. نرحب بكم في استوديوهات بادينانسات. دكتور ميرزا حسن، نينوى تختلف، نينوى كما نرى تحمل طابعا ليختلف أو موزايك يختلف عن باقي محافظات العراق. هناك صراعات قوية، هناك صراعات أستطيع أن أقول بأنها مذهبية وحتى طائفية، هناك صراعات قومية، هناك وهناك وهناك وإلى آخره. فمهام الممثل أو المرشح الذي يريد الوصول إلى مقعد من مقاعد برلمان العراق، ما هي مهامه المستقبلية الخاصة بمحافظة نينوى والتي تخص نينوى على وجه الخصوص؟ شكرا جزيلا أستاذ زكي. حقيقة حسب تصوري أن المرشحين في محافظة نينوى هم أكثر المرشحين عرضة لامتحان صعب جدا أمام الناس وأمام المصوتين، لأن العامل السياسي والاقتصادي كمكون الطائفي والقومي والمذهبي في محافظة نينوى معقد جدا، وحتى الجانب الأمني معقد جدا. المرشح في محافظة نينوى عليه أن يمثل جميع المكونات. لدينا مكونات كثيرة في محافظة نينوى: عرب وأكراد وتركمان وكلدو آشوريين وأرمن وشبك، وأيضا المذاهب والأديان. لدينا سنة وشيعة وإيزيديين ومسيحيين وصابئة وكاكائية وبهائية وربما طوائف أخرى. وإضافة إلى هذا لدينا مشكلة نعاني منها في محافظة نينوى، هي مشكلة غياب الأمن والأمان في محافظة نينوى. لدينا فساد إداري ومالي مستشري بشكل كارثي وفظيع أكثر من أي محافظة أخرى. لدينا اتهامات متبادلة ما بين الإدارة المركزية والإدارة في محافظة نينوى. لدينا أقليات معرضة للتهميش، وبشكل خاص اليزيدية والمسيحيين والشبك في محافظة نينوى، لأنهم مغيبون عن المركز ويسكنون في الأطراف ويفتقرون إلى أبسط الحقوق وعرضة للقتل والتهجير من المحافظة. لدينا قوة إرهابية، حكومة ظل إرهابية تتحكم بإدارة محافظة نينوى أينما شاءت وبمختلف الأشكال. لدينا حكومة محلية غير قادرة على إقناع شعبها، غير قادرة على تمثيل رغبات واحتياجات المحافظة. إذا نحن أمام عامل معقد جدا في محافظة نينوى. المرشح عليه أن يكون صوت كل هؤلاء. المرشح عليه أن يعطي نفسه أو يعطي برنامجه كيف يستطيع أن يوفق بين كل هذا، كيف يستطيع أن يمثلهم بشكل صحيح وحقيقي، كيف يستطيع أن يرفع الغبن عن المناطق. نحن أيضا كأقلية قومية كالكرد أو أقليات دينية كإيزيدية
لدينا معاناة أكبر من هذا، خاصة اليزيديين في قضاء شنغال وشيخان وبعشيقة. معاناتنا نحن مهمشين من عدة أطراف، لدينا إشكاليات في الإدارة، لدينا ازدواجية في التعامل. كل هذه تجربة وامتحان صعب لي كمرشح من هذه المنطقة وكمرشح من سنجار. كيف أستطيع أن أوفق بينهم؟ كيف أستطيع أن أقدم برنامج يحمي حقوق هؤلاء ويحمي كرامة هؤلاء؟ وهذه هي المشكلة الأخطر، أن كرامة الإنسان هنا مهدورة، وعلينا أن نوصل إلى حالة كيف نحقق هذه الكرامة، كيف نحفظ كرامة الإنسان في العراق بشكل عام، وأبناء نينوى بشكل خاص، وبشكل أخص أبناء الأقليات المعرضين للتهميش والتهجير والقتل على أيدي الإرهابيين والقوى الظالمة. دكتور أستاذ رنا، سنجار مهمشة، وإن كان مجازيا سميت بدارفور، بين سندان الأقليم ومطرقة المركز. الخدمات غير متوفرة، الإنسان في سنجار كما أشار الدكتور مهمش، وإلى آخره. يعني الرسالة التي تحملونها لأهالي سنجار على وجه الخصوص، ما هي الخدمات التي تحتاجها؟ ما هي رسالتكم؟ ما هو برنامجكم؟ هل من خلال 4 سنوات قادمة ستتمكنون من تغيير ولو الشيء اليسير من هذه المعضلات والمشاكل وما إلى ذلك لأهالي سنجار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتمنى الأمن والأمان لكل العراقيين ولمحافظة نينوى وسنجار، لكي نعيش في بلد آمن وهو العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي الموحد. لكوني مسؤولة قسم بلدية قانصور سأتكلم عن البرنامج الخدمي. نعم. في الخدمات، أن قدر لي الله وفزت بالانتخابات البرلمان العراقي، سأقوم بتبليد الشوارع. بصراحة محافظة نينوى تعاني بنقص كبير من الخدمات، لأن الشارع يعني إيصال ثقافة الأعمار بين المناطق، وفتح الأقسام البلدية في كل قرية حسب الكثافة السكانية. والبرنامج النقطة الثانية، منح يعني على مستوى الشباب، منح السلف الزواج وتوفير الفرص العمل والأنشطة الرياضية. أما النقطة الثانية من البرنامج الانتخابي، سوف أحاول بكل الطرق والوسائل القانونية لكل الطفل المعاق راتبا شهريا. هناك معاناة ما زال أهالي سنجار يعيشونها، والأقضية والنواحي والمجمعات التي هي تابعة لسنجار، معاناة كما ذكرناها قبل قليل، تل عزير والمجمعات التي تعرضت إلى هجمات إرهابية شرسة، قدموا الضحايا بالمئات، وهناك معاقين، وهناك لحد الآن بيوت ومنازل لم يتم إعادة بنائها من جديد. هؤلاء ينتظرون منكم الكثير. كيف لكم خلال هذه ال4 سنوات القادمة أن توفروا لهم ما يريدونه؟ هل برنامجكم، برنامج قائمتكم والتي تحمل 266 قد أو تحمل في طياته ما يريده أهالي سنجار؟ طبعا بكل التأكيد. وقائمة 266 هو التعايش السلمي ما بين كل، وسوف نقدم بكل جهدنا لأهالي سنجار ولأهالي محافظة نينوى. ولا عندنا أي تفرقة بين أي مواطن، سواء من زاخو للفاو. كأني مرشحة، ما عندي أي فرق بين أي مواطن من زاخو للفاو. ولكل أهالي محافظة نينوى سوف نقوم بالواجب بقدر إمكانيتنا. بكل تأكيد بأن القائمة قد تتحدث عن مجمل القضايا التي تهم الحياة اليومية للمواطن، سواء في سنجار أو في أي مكان آخر من العراق أو على مستوى إقليم كردستان أيضا. دكتور، في محافظة نينوى هناك صراع
إضافي للصراعات التي ذكرتها. هناك صراع، أو لنقل إن صح التعبير منافسة بين قائمتكم وقوائم كردية أخرى دخلت المعترك الانتخابي على شكل تحالف. هذا الصراع أو هذا التنافس هل سيؤثر على قائمتكم وعلى مصوتيكم وعلى نهجكم وبرنامجكم؟ من هذه الناحية يجب أن نعرف أن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني 266 وقوة الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى وحتى كتلة الاتحاد في مجلس محافظة نينوى يعتبر ضمن المكون الكردستاني كجهة معارضة. نحن لسنا سلطة في نينوى، ولكننا نقول نينوى والأطراف والمناطق الكردستانية في نينوى تحتاج إلى تغيير. نحن لسنا سلطة. الأخطاء التي تحصل هناك في كل المكان لا نتحمل مسؤوليتها بأي شكل من الأشكال. بأي شكل من الأشكال لا يتحمل الاتحاد الوطني ولا نتحمل كقوة، ولكننا قوة موجودة فاعلة في العراق وفي إقليم كردستان. نشارك وبقوة وبشكل خاص فخامة الرئيس الجمهورية الذي كان الخيمة، الذي يضم كل العراقيين، الذي يضم كل أبناء كردستان دون تفرقة، والذي ساهم في بناء العراق الجديد، الذي ساهم بقوة من أجل سير عجلة الديمقراطية وعجلة التعايش السلمي، وكان دائما يضم جميع المكونات وكان الحل الوسط بين الجميع. ونرى غيابه والملامح غيابه كيف أثرت على الواقع العراقي. المهم في محافظة نينوى أنا حسب رأيي الناس وصلت إلى مرحلة من الوعي، وأنا أدعي وأزعم أن الناخب الكردستاني في نينوى والناخب من أبناء نينوى أكثر وعيا حتى من القوائم، أكثر وعيا حتى من المرشحين، ويعرفون الآن أن نينوى ومناطقنا تحتاج إلى تغيير. يجب أن يحصل هناك تغيير، يجب أن يكون تغيير عبر صناديق الاقتراع لكي نستطيع أن نخدم أبناء نينوى، لكي نخدم أبناء المكونات الكردستانية في نينوى. هل هناك أسباب معينة جعلت من الاتحاد الوطني عدم أن لا تشارك في التحالف الموجود حاليا والمكون من أحزاب كردستانية كالحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي وإلى آخره؟ لماذا الاتحاد الوطني لم يشارك في هذا التحالف؟ دعني أستاذ زكي أوضح لك مسألة مهمة جدا. الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات 2010 وفي انتخابات 2009 وفي انتخابات 2013 كان في محافظة نينوى مهمته بالدرجة الأساس جمع الأصوات، ولم يركز على تخريج أو إنجاح المرشحين في داخل قائمته في القائمة التحالف الكردستاني آنذاك. ولهذا السبب كنا الأصوات التي يحصدها الاتحاد الوطني كانت تكفي 4 مرشحين بينما نحصد مقعدين. شركائنا مع الأسف في التحالف لم يراعوا هذه الأهمية، لم يراعوا أهمية وجودنا كقوة موحدة على الصعيد المحلي. طبعا نحن نقصد الصعيد المحلي، لا نقصد بالضبط، لا نقصد الجانب الآخر. طبعا نحن كقوة كردستانية واتحاد وطني كردستاني وجميع القوى الكردستانية الأخرى جزء لا يتجزأ. نحن كل واحد بأطياف سياسية وأيديولوجية مختلفة، ولكننا في القضايا المصيرية الكردستانية مشتركون في مصير واحد وفي بناء هذا الإقليم. ولكن أقصد الجانب المحلي. المسؤولين المحليين في نينوى تعاملوا بعنجهية وبغرور ازداد عن حق تجاوزا على حق الاتحاد الوطني الكردستاني، وتعاملوا معنا ليس كحليف استراتيجي بينما تعاملوا معنا كمجموعة صغيرة لا أهمية لها. وحينما وصلوا إلى اتفاق مع القائمة الأخرى قائمة السيد المحافظ اعتبروا إنهم حققوا النصاب القانوني، ولكنهم لم يستوعبوا أن النصاب الإنساني والعدالة لم يراعوها، لم يراعوا هذا التحالف.
كنا متفقين معهم أن يكون حصة الاتحاد الوطني الكردستاني نائب المحافظ، وكان الاتحاد الوطني الكردستاني وبقرار من المكتب السياسي والقيادة الاتحاد أن يكون نائب المحافظ ايزيديا. مع الأسف الشديد لأن الاتحاد الوطني الكردستاني طرح أن يكون نائب المحافظ ايزيديا، الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضوا هذا الأمر، مع العلم لم تكن هناك ملاحظة، وطرحوا اسم آخر بديل من قائمتهم وأهملوا الاتحاد الوطني الكردستاني. وهذا كان تجاوز على المكون الإيزدي الذي يعتبر القوة الفاعلة الأساس للكرد في نينوى. والأصوات التي تأتي للتحالف الكردستاني سواء كان الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني هي أصوات الإيزيدية على الأقل 70% منها، ولكن لم يحترموا حتى ناخبهم وليس ناخبنا. يعني الاتحاد الوطني دفع ثمن دفاعه عن اليزيدية طبعا وتم إهمال بشكل ونحن اقترحنا عليهم حتى لو تريدون أن يكون نائب المحافظ من حصة الحزب الديمقراطي نرجو أن يكون يزيدي من سنجار، ولكنهم جواب المسؤولين أنه اليزيدية غير مؤهلة. لما هذا المعاداة لليزيدية؟ حسب معلومات سبق أن حصلت عليها بأن هناك أطراف خارجية تدخلت في هذا الموضوع ولم تسمح لهم بوضع شخصية يزيدية في هذا المركز. هذه كلها كذبة. كل المعادات التي حصل في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي. أثيل النجيفي ما كان موقفه؟ هل أثيل نحن اتصلنا به وقال لا أعترض، الإيزيدية يشكلون أغلبية الكردية في التحالف الكردستاني، وبالدليل أن مجلس المحافظات في السابق كان هناك 4 من الإيزيديين من الاتحاد والبارتي و4 من غير الإيزيديين من الأخوة المسلمين. ولهذا السبب بقي في الانتخابات الماضية أكثر من سنة ونصف مقعد نائب المحافظ شاغرا، لأن أعضاء مجلس محافظة نينوى الإيزيديين اعترضوا أن لا يكون من الإيزيديين. نحن هنا لا نتحدث عن جانب عنصري، نحن هنا نتحدث عن حق طبيعي لمصوتين الإيزيدية يدفعون ثمن انتمائهم الكردي، الإيزيدية يدفعون ثمن انتمائهم ودعمهم للحركة التحرير الكردستانية من بداية اندلاع الثورة الكردية وإلى الآن، فلماذا ليس لنا مساواة؟ هل اليزيديين تفهموا هذا الموقف، موقف الاتحاد الوطني؟ أنا أعتقد الشارع اليزيدي يفهم هذا جيدا. أنا أعتقد لو كانت هناك حرية كاملة للناخب اليزيدي سوف يبدل الوجوه، سوف تحصل ثورة ديمقراطية من أجل تبديل الوجوه. والمسؤولين المحليين، لأن المسؤولين المحليين أقل إدراكا لطبيعة هذا المكون. الإيزيدية هناك كلمة جميلة جدا لفخامة الرئيس مام جلال، يقول الإيزيدي أنا لا أريد للإيزيدي أن يصبح يذهب إلى جبهات القتال ويقتل من أجل تحرير كردستان، أنا أريده أن يحافظ على هويته الدينية الإنسانية، لأن هذه الهوية هي أصل الكرد. هذه الكلمة الجميلة لإمام جلال هو تعبير عن سياسة الاتحاد الوطني. قاب قوسين عندما كان إمام جلال في جبل ويكافح كان هناك العشرات من البيشمركة يقاتلون ضمن صفوف الاتحاد الوطني. في المجتمعات التي لم تتمكن مواكبة العصر أو التطورات، الضحية بالدرجة الأساس أو الأولى في هذه المجتمعات هي المرأة. في سنجار وفي باقي المناطق التي هي تابعة لمحافظة نينوى المرأة تعاني ضعف ما يعانيه الرجل. هل من خلال برنامجكم لديكم حلول أو طروح لحل مشاكل المرأة أو على الأقل لتخفيفها؟ طبعا على اليزيدية، يعني على وجه طبعا الخصوص. لكوني مو بس اليزيدية، حتى الأخواننا المسيحيين والمسلمين لا أفرق بين اليزيدي والمسلم والمسيحي والكردي والسني والشيعي، كلهم أخواننا. ولكوني يعني البرنامج ماذا يتضمن؟ لكوني بنت يزيدية وأدافع عن حقوق المرأة، أكيد راح أدافع بكل جهدي عن حقوق المرأة لكي لا تضيع حقها. ما الذي تستطيعون أن توفرون لهم؟ الآلية التي ستدافعون بها عن حقوقهم، الحقوق التي ستدافعون عنها، يعني كأمثلة على ماذا ستعملون، أو ما هي مستلزماتكم، أو ما هي أهدافكم، ما الذي تطمحون إليه، ما الذي ستوفرونه للمرأة في سنجار أو في باقي مناطق محافظة نينوى؟
أن يكون من الدرجة الوظيفية نسبة 50% يكون من ضمن النساء يعني. وحقوق المرأة في كل الدوائر أو في الدرجة الوظيفية، أتمنى أن لا نضيع حق المرأة في هذه المجال. عفوا، عدم توفير مستشفيات، عدم توفير مدارس، عدم توفير مستلزمات الحياة اليومية الإنسان بشكل عام في سنجار أو في باقي مناطق محافظة نينوى، ولكن المرأة، هل هناك آلية أو هل هناك ميزانية سوف كما يقولون تصرون على صرفها لتوفير هذه المستلزمات أو في هذه المناطق؟ أنا لكوني مرشحة ودافع عن أنفست يعني بقدر الله أدافع عن حقوق المرأة وأطلب مستشفى لحالة الولادة في سنجار، لأن المرأة تعاني. سوف من سنجار تجي حالة الولادة، مستشفى الولادة لا توجد في سنجار. تعاني المرأة في حالة الولادة، وهذا كيف تصل للدهوك أو كيف تصل للموصل خلال ساعات. هل يمكنها أن تذهب إلى الموصل وهناك مخاطر الطرق وهناك مخاطر طبعا أخرى داخل لا، الموصل؟ لأن هو الخط اللي بين سنجار هو دهوك يعني وليس سنجار حاليا تعاني سنجار حاليا يعني الميزانية اللي تحصل عليها هي من ميزانية محافظة نينوى أو من الأقليم، أو هناك ميزانية مشتركة بين الاثنين؟ طبعا الميزانية مشتركة بين الاثنين، يعني كإداريا تابعا يعني الاثنين يدعمون وما زالت الأوضاع كما طبعاً نراها الآن. طبعا من الأقليم كردستان. كيف يمكنكم الحصول على هذه الميزانية من الموصل كاتحاد وطني داخل مجلس المحافظة حاليا؟ هل الاتحاد الوطني تدافع عن هذه الحقوق وتصر على صرف ميزانية أكثر للمناطق التي ذكرناها؟ يعني أضيف إلى حضرتكم معلومة. الميزانية الرئيسية، قضاء سنجار هو جزء من محافظة نينوى. الميزانية الرئيسية هي من ميزانية الحكومة المركزية. حكومة الإقليم تضيف إلى هذه الميزانية في جوانب التربوي وجوانب أخرى، وأيضا من خلال الدائرة التي أعمل فيها كهيئة عامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم نحاول كل جهودنا أن يكون هناك أولوية للقضاء سنجار بشكل خاص. يعني الميزانية التي تخصص لنا مع الأسف غير كافية. نحن لدينا معاناة مثلا في الجانب التربوي، طلاب في صف الأول إلى السادس الابتدائي في الصفوف التي لا يزيد مساحتها عن 6 في 6 أمتار أو 4 في 6 أمتار، هناك 120 طالب و70 طالب. ومن الابتدائية وانتهاء بالإعدادية لدينا مشكلة أنه ليس هناك جامعة في سنجار ولا فروع ولا أي شيء، بحيث الطلبة يتخرجون بكثرة من سنجار ويقبلون في جامعة الموصل، ولا يستمر وقت طويل إلا ويهربون بسبب العمليات الإرهابية. ونحن لاحظنا العام الماضي، يعني أشهر قليلة ماضية، أنه جميع الطلبة أكثر من 180. لما جامعات في إقليم كردستان لا هذا ضمن الخلل يمنحونهم المقاعد؟ يعني الجامعات في الإقليم لديها استيعاب أقل. وحقيقة دعنا نكون صريحين، الجهة التي تقوم بنقل الطلبة هي جهة حزبية، ولا يقبل طالب لا ينتمي إلى حزبهم. ونحن لدينا حاليا حينما ترك طلاب الجامعة أكثر من 1800 طالب تركوا الجامعة، وصدر قرار من وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان باستيعاب الطلبة. لم يتم استيعاب أكثر من الثلث، والثلث الذي تم استيعابه معظمهم يفاتحون قبل أن يفاتحون بالانتماء إلى الحزب الفلاني قبل أن يتم تسجيلهم في الجامعة. ولهذا لدينا أكثر من 1000 طالب، ربما أكثر، ليست لدي أرقام دقيقة حتى نكون دقيقين في الحديث، ولكن أكثر من ثلثي طلاب الجامعة يجلسون في البيت. الطلاب سنجار ومحافظة نينوى أيضا لديهم معاناة أخرى. يحصل على معدل 95 يقبل في أي كلية الطب في أي مكان، حينما يأتي إلى الإقليم ينقص درجة ويقبلوه في البيطرة أو في كلية الهندسة، والهندسة يقبلوه في كلية العلوم، وهكذا. يعني
تعب الطالب في الدراسي يذهب هدرا، تضيع سنة من سنته الدراسية لأنه لا يقبل فورا. لدينا مئات من الطلاب خريجي سادس الإعدادي ليس لديهم مقعد دراسي. نحن كنا نقول دائما أن يجب أن تكون هناك جامعة في سنجار، ولا نقبل حجة محافظ نينوى الذي يدعي أن سنجار ليس لها مدرسين أو أساتذة جامعين لأن أبناء سنجار ليس فيها. هذا الكلام خالي من المسؤولية. حينما أسست جامعات العراق كانوا يجلبون أساتذة من دول أخرى إلى أن حصل كادر تدريسي. فهذه من مسؤولية الدولة سواء كان الاتحادية أو حكومة الإقليم. سنجار مدينة عريقة ويوجد فيها حاليا آثار تعود إلى عصور قديمة جدا، كما شاهدت أنا شخصيا هناك آثار العصر الروماني دكتور أو أقدم والعصر الإسلامي. عفوا. هذه الآثار تعرضت إلى النهب، تعرضت إلى تشويه، تعرضت إلى حملة عشوائية للسرقة وبأثمان بخسة جدا. هل هناك الآن محاولات لحماية هذه الآثار؟ هل ستعملون على هذا؟ نعم، سوف نحاول أن نحمي هاي المدينة القضاء السنجار من حماية الآثار الموجودة في سنجار، ولكن تم يعني نهب جزء من هاي الآثار من قبل الإرهاب. وكالنسبة لي بصراحة ما أعرف يعني من قبل يا جهة من قبل أي شخص، يعني بالتأكيد ما أعرف. هاي المعلومة ما موجودة عندي. يعني أنتم عليكم الآن أن تحافظوا على ما بقى من هذه الآثار. أكيد يعني أكيد. واسترجاع ما يمكن استرجاعه إن صح التعبير. دكتور، اليزيدية في البرلمان العراقي خصص لهم كرسي أو مقعد للكوتا، وكان هناك خلاف على هذا المقعد وهناك صراع على هذا المقعد. يعني لماذا اليزيدية مقعد واحد ومكونات أخرى حصلوا على أكثر من مقعد، 3 أو حتى 5؟ يعني لماذا بالذات اليزيدية مقعد واحد؟ هل لأنهم يترشحون على قوائم أحزاب كردستانية أيضا؟ دعني أقول لك وأرجع بك 4 سنوات إلى الوراء. عام 2009 حينما تمت مناقشة موضوع كوتا اليزيدية والمسيحية والصابئة والشبك، ذهبنا إلى بغداد، شكلنا كوفد من الجالية اليزيدية في ألمانيا التجمع الديمقراطي اليزيدي كمجموعة لوبي تعمل من أجل تحقيق حقوق اليزيديين في العراق. ذهبنا إلى بغداد واستطعت أن أجمع إحصائيات اليزيديين، لأن الدستور العراقي يقول أن يكون لكل 100,000 مواطن مقعد واحد. وأثبتنا بالأدلة القاطعة استنادا لإحصائيات وزارة التخطيط واستنادا لإحصائيات دائرة التمويل المركزي أو وزارة التجارة أن النفوس اليزيدية يناهز 500,000. وجمعت إحصائيات 50 سنة متوالية، هي 57 67 77 87 و97، وأضفنا إليها بمتوالية عددية حسب الازدياد السكاني. وفي الإحصائية 1997 لم يكن إقليم كردستان جزءا منها. المهم حسب هذه الإحصائيات كلها ومقارنة مع إحصائيات البطاقة التموينية كان عدد النفوس اليزيدية يناهز 497,000 نسمة. وشكلنا مجموعة ضغط في داخل البرلمان العراقي، وحاورنا جميع الكتل السياسية في 2009 من أجل أن زيادة الكوتا. بعض الكتل العربية مع الأسف الشديد كانت ضد منح الكوتا لليزيديين أكثر من مقعد واحد. وواحد من ما المبرر يعني؟ سوف أتي على هذه النقطة. واحد من مسؤولي الكتل أخبرني بشكل صريح نحن لا نريد أن نزيد الكوتا لأن معظم اليزيدية ينتمون إلى الأحزاب الكردستانية. نحن نريد مقعد واحد يعارض الكرد، يعارض كردستان. يعني فقط هذه الحجة حجة عنصرية، حجة واهية، يعني مخالفة للدستور،
مخالف للدستور، مقعد للتفرقة، للتمايز بين الإيزيديين. طبعا حاولنا كل جهدنا، مع الأسف أصدر قانون رقم 26/2009 وقانون الانتخابات، وتم منح الإيزيدية مقعد واحد. أنا بذلك الوقت قدمت طعن لدى المحكمة الاتحادية، وقدمت كافة الدلائل، واستطعت بعد جلسات متعددة الحصول على قرار رقم 11 لسنة 2010 بضرورة منح الإيزيدية مقاعد تتناسب مع حجمهم السكاني، وكان يفترض أن يكون 4 أو 5 مقاعد. ولأن الانتخابات كانت قد مضت، فالمحكمة الاتحادية أقرت بهذا، وقرارها كان واضح جدا بضرورة منحهم في انتخابات مجلس النواب لسنة 2014. حينما صارت المداولات في 2013 من أجل إصدار أو تعديل للقانون الانتخابات الجديد لقانون مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب، أصبح هناك صراع على هذا الموضوع. مع الأسف كان لدينا 7 أعضاء برلمان، جميعهم لم يعرفوا أن يدافعوا عن القضية الإيزيدية. قدمنا بعد مداولات كثيرة وبعد محاولات ومحاورات مع الكتل السياسية وبتكليف من المجلس الروحاني، حاولنا أن نوجه رسالة إلى السيد رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل، وأحببنا أن نقدم لهم نسخة من قانون قرار المحكمة الاتحادية. في اجتماع للمجلس الروحاني والهيئة الاستشارية حضرنا كتاب فيه تفاصيل يشير إلى قرار المحكمة الاتحادية ومرفق قرار المحكمة الاتحادية. حضر أحد أعضاء مجلس النواب الذين من الإيزيديين من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأحرج سمو الأمير وقال له أن إرفاق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الكتاب يعني مدح لميرزا دناي ومدح لقائمته وكتلته، وأنا لا أقبل هذا. إذا ذكرت هذا يجب أن تذكر التحالف الكردستاني. أنا كانت لدي وجهة نظر أخرى حقيقة، وطلبت وترجيت من أعضاء مجلس النواب الإيزيديين ال6 بأن يكون مطلب كوتا الإيزيدية خارج مطالب التحالف الكردستاني ومفاوضات التحالف الكردستاني، لأن يجب أن يكون لديك سياسة المناورة، كيف تتعامل مع الأطراف الأخرى حينما يكون الموضوع جزء من مفاوضات كتلة مع كتلة أخرى. سوف تتعرض المسألة لمقايضات، سوف تتعرض لتنازلات، وهذا أمر طبيعي في أصول الدبلوماسية والمحاورة. يجب أن يتنازل كل طرف بشيء للطرف الثاني. أنا طلبت من أعضاء مجلس النواب، مع الأسف لأنني أنتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ولدينا مقعد واحد من الإيزيديين في الاتحاد الوطني الكردستاني، البقية الأخوة ال5 البقية مع جل تقديري واحترامي لهم، هذا ليس انتقاصا منهم طبعا، ونشكر كل من عمل شيئا، ولكن حقيقة لم يقبلوا مشورتي، وقالوا أن التحالف الكردستاني كفيل بأن يحقق الكوتا. ووجدنا في آخر لحظة أن تنازل التحالف الكردستاني عن كوتا الإيزيدية بمقابل أن تكون هناك مقاعد في أربيل وفي من إقليم كردستان مقاعد تعويضية. وهذا كان خطأ حقيقة من المفاوض الكردي. يجب أن نعترف بأخطائنا لكي نوصل كردستان إلى بر الأمان. كان خطأ من المفاوض الكردي. أغلب الإيزيديين الذين يصوتون اليوم ويتجاوز 90%، إذا لم أدعي 95%، هم مصوتين لأحزاب الكردستانية وبشكل خاص البارتي والاتحاد. فلماذا ليست لديكم هذه العقلية لاستيعاب الإيزيدية واحتواء المكون الإيزيدي اللي هو جزء من المكون الكردستاني أو جزء من الكرد؟ فهذا الخطأ للمفاوض الكردي الذي جعل من موضوع الكوتا كأنه واحدة من مطالب التحالف الكردستاني. ونحن كانت لدينا وجهة نظر أن نركز على السياقات الدستورية. لدينا قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح غير قابل للطعن. المجلس النواب مجبر أن ينفذ هذا القرار، ولكن مع الأسف الشديد أحد أعضاء مجلس النواب رفض وجعل المجلس الروحاني في موقف حرج جدا، وحتى أن سمو الأمير كان قد وقع على الطلب، أجبر سمو الأمير
على حذف قرار المحكمة الاتحادية، على حذف ملحق قرار المحكمة الاتحادية، وأوصلنا مجرد مناشدة من المجلس الروحاني واللجنة الاستشارية للمجلس الروحاني، أوصلنا مناشدة إلى الكتل البرلمانية، وهي مناشدة غير ذات معنى لو عملوا مثل ما أنا طلبت منهم، بأن يكون هناك مطلب كلوبي يستند إلى السياقات الدستورية. طبعا بعد إصدار القانون أنا الوحيد الذي قدمت طعن في المحكمة الاتحادية، مع الأسف الشديد بعض أعضاء مجلس النواب أريد أن أكمل هذه النقطة. بعض أعضاء مجلس النواب يمتهنون الكلام على الفضائيات وعلى الوسائل الإعلام، وقالوا إحنا قدمنا طلب في المحكمة الاتحادية. أنا الشخص الوحيد قدمت طعن إلى المحكمة الاتحادية بخصوص الكوتا، والطعن قبل وحاليا نمشي في السياقات وطعنا في المادة الدستورية. يعني هل ما زال هناك أمل طبعا باستعادة هذه المقاعد؟ لا أعرف إذا كان رأي المحكمة الاتحادية حقيقة صريح وغير قابل للتأويل. المحكمة الاتحادية حينما تقرر سوف لا تناقض نفسها. هي قررت 2010 أن يكون مقاعد أزيد لليزيديين، على الأقل 4 أو 5. ليس معقولا أن تأتي المحكمة وتصدر قرار بغير صالحنا. هذا هل اليوم تعتقدين بأن وجود 5 مقاعد داخل مجلس النواب العراقي هو الأفضل للمكون اليزيدي، أم أن اليزيدية يترشحون على قوائم لأحزاب كردستانية؟ ما هو الأفضل لهم؟ بماذا ستستفيدون من هذه المقاعد؟ يعني 5 إذا حتى باتت 5 مقاعد. أعتقد سيكون، إذا سمحت لي سأجيب على هذا السؤال. الهدف حتى تكون المسألة واضحة، نحن دعنا نكون صريحين جدا في هذا الحوار، والصراحة شيء مهم من أجل أن تبني بلد. والصراحة هي أن الشعب العراقي يمارس الديمقراطية منذ 11 عاما. الشعب العراقي لم يصل إلى مرحلة متكاملة لكي يميز، وهذه أمنيتي لكل المصوتين في محافظة نينوى، أن يختاروا الأكفاء ويختاروا من يستحقون لكي يمثلهم، سواء كانوا من العرب أو الكرد أو غير أنا السؤال المهم هذه المقاعد ال5 سوف تكون المقاعد ال5. هل سيحرم اليزيديين لا الدستور لا طبعا على قوائم أخرى؟ لا طبعا الدستور لا يمنع. التجربة أثبتت خلال الانتخابات التي سبقت أو التي مضت بأن هذا المقعد خصوصا الكوتا قد حصل عليه أطراف سياسية يزيدية تعارض سياسة الأحزاب الكردستانية كحركة الإصلاح والتقدم. نعم. سواء على مستوى مجلس المحافظة في نينوى أو سواء في البرلمان العراقي، وحتى الأطراف الأخرى المكونات الأخرى الشبك. نعم. هل هذا يعود إلى عدم تمكن الأطراف الكردية من احتواء اليزيدية بشكل جيد؟ هل حرمان اليزيدي من أن يكون نائبا للمحافظ، حرمان اليزيدي من الحصول على 5 مقاعد، حرمان الشبكي من هذا وذاك هي التي يدفع اليزيدية والشبك إلى التمسك بأطراف قد يحققون أحلامهم؟ ملاحظة قصيرة جدا، أنا أتحسس من كلمة يزيدية وأستخدم كلمة يزيدية. يعني هذا للتوضيح. وأنا طبعا لأن هناك لديها تداعيات أخرى، ونحن نعاني من ههذا الغبن منذ مئات السنين، وأنت أدرى طبعا من أشد المدافعين عن أعتذر إن كان هو خطأ دارج. حقيقة يعني دعنا نكون صريحين. عدم قدرة المسؤولين المحليين، وأنا أؤكد على كلمة المحليين، لأن القيادة الكردستانية لا تأتي وترى تفاصيل الأمور في هذه القرية وهذا المجمع وهذا القضاء. القيادة الكردستانية تستلم تقارير من مسؤول محلي صغير قصير النظر. دعني أكمل لك هذا الموضوع. فالمسؤولين المحليين لا يستوعبون خصوصية مكون ديني حافظ على أصالته منذ 4000 سنة، ويريد أن يختزل الديانة اليزيدية لسبب ما. طبعا هذه هي مشكلة كبيرة جدا،
وهذه المشكلة هي اللي تسببت بوجود جماعات أو مجاميع. ودعنا نتحدث بصراحة، نحن في بلد ديمقراطي ندعي الديمقراطية، الإنسان حر أن يختار ما يريد، ولكن المهم أن تبين له الحقيقة. الكثير من الإيزيديين حتى الذين يدعون أنهم ليسوا أكراد، لو راجعت تاريخهم، وأنا أعرف شخصيا ناس موجودين فاعلين في قد يكون هذا رد فعل. لا اسمح لي، ناس موجودين كانوا بيشمرقة في ثورة أيلول، كانوا بيشمرقة في ثورة قد أيلول، يكون رد فعلا أمام السياسة واليوم منتمين إلى حزب معارض للأكراد. ألا يسأل المسؤول نفسه، المسؤول الكردستاني في الأحزاب الرئيسية الحاكمة في المنطقة، ألا يسأل نفسه كيف يتحول واحد من بيشمرقة أيلول إلى كان في وقته من أشد المدافعين عن القضية الكردية في سنجار، وفي وقت الذين أعضاءه الحاليين كانوا أعضاء في الحزب البائد وكانوا منتمين معارضين للثورة الكردية. هذا البيشمرقة أيلول اليوم تحول إلى مناصر لحزب يعارض سياسته. يجب أن يفهم هذا. قلت القيادات لا تعرف ما الذي يجري أو يحدث على أرض الواقع. نعم. من تفاصيل. نعم. سأذكر لك مثالا. كان هناك خلاف طال لمدة أكثر من 3 سنوات بين قائمة تآخي نينوى والحدباء. نعم. من كان المتضرر الرئيسي؟ ومن الذي درج هذه السياسة؟ أليست القيادات التي كانت تدعم هذه سياسة الخلاف هذا؟ ومن كان المتضرر من هذه؟ السيد العزيز، المسألة واضحة جدا وكنت حريصا أن نذكر هذا الخلل التاريخي الذي حصل على مدى 3 سنوات. يتحالفون ضد جهات أخرى. طبعا يعني وجدنا فقط لأن النائب المحافظ السبب الوحيد الذي جعل أن يكون هناك مقاطعة لم يكن أساسا هدف كردستاني، لم يكن غاية استراتيجية كردستانية حينما تمت مقاطعة مجلس محافظة نينوى، فقط سبب شخصي، شخص واحد كان يريد أن يصبح نائب محافظ. الإيزيديون في مجلس المحافظة كانوا يريدون أن يكون واحد إيزيدي، وهم مارس هذا الشخص كافة صلاحياته وأقنع لأنه نافذ، يعني سياسته نافذة، مارس كل صلاحياته من أجل أن لا يكون إيزيدي عضو في مجلس نائب المحافظ. هذا هو السبب الحقيقي. دعنا نكون صريحين أمام الناخبين، لا نكذب عليهم، لا ندعي إن المقاطعة التي تضرر منها فقط أهل شنقال وبعشيقة وشيخان، لا ندعي إنها كانت لصالح الكرد، لم نحقق شيئا من هذا، وفي النهاية تحالفوا معهم، وفي النهاية أبقوا مقعد نائب المحافظ 1.5 سنة شاغرة، وفي النهاية تحالفوا معهم في الأخير ويتحكمون المقادمة. يجب أن لا نخدع الناس، يجب أن لا نحول صراع هو أساسا مناقشة مداولة حول موضوع الخدمات. مجلس المحافظة ماذا يعني؟ مجلس المحافظة يعني تقديم خدمات لأهل المحافظة، ليس سياسيا. مجلس المحافظة لا يستطيع أن يرسم استراتيجية كردستان ولا المناطق المتنازع عليها ولا المادة 140. لماذا أقاطعها 3 سنوات وأحرم أهل هذه المناطق المنكوبة من ميزانية على مدى 3 سنوات لم يستلم غير رواتب المسؤولين الموجودين هناك؟ هذه الأخطاء يجب أن نراجعها، هذه الأخطاء يجب أن يعرف الناس من تحمل مسؤوليتها، هذه الأخطاء يجب أن يحاسب عليها، والمحاسبة اليوم بصناديق الاقتراع. ووقتنا قد انتهى، سأعطي لكل منكم دقيقة واحدة. الرسالة التي تريدين إيصالها إلى الجماهير أو إلى الناخب من خلال هذا البرنامج. نعم. أني المرشحة رنا حسن قاسقي من ضمن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني 266 تسلسلي 12. نعم. بأصواتكم نبني الغد. دكتور، أنا سأختار كلمتك. ما ذكرته الآن هل سوف تعالجونه في مجلس النواب؟ أنا أقول المسؤولية اليوم، الامتحان الصعب ليس امتحاني اليوم في 30 أبريل، هو امتحان الناخب في محافظة نينوى، امتحان للناخب الإيزيدي، الناخب الكردستاني في محافظة نينوى، امتحان لأبناء محافظة نينوى. اسعوا من أجل أن تختاروا الأكفأ، اسعوا من أجل أن تختاروا الأنزه، اسعوا رجاء من أجل أن تغيروا هذا الواقع، من أجل أن يكون لكم مدافعين حقيقيين يدافعون عن مصالحكم وليس عن مصالحهم الشخصية. اختاروا الإنسان رجاء إذا كنتم تريدون أن تتخلصوا من الإرهاب، إذا كنتم تريدون أن تبنوا محافظة نينوى، إذا كنتم تريدون أن تبنوا حضارة محافظة نينوى التي تتجاوز 4000 سنة، أن تجعلوا منها
حضارية، محافظة حضارية، اختاروا الأكفاء بغض النظر عن القائمة، بغض النظر عن الشخص، ولكن رجاء أن يكون لكم صوت وتعرفوا أن تختاروا من هو صوتكم. صوتكم مسؤولية تاريخية، امنحوه لمن يستحق. سنناقش مواضيع أخرى خلال حلقات قادمة ضمن هذا البرنامج مع الدكتور ميرزا حسن الدنائي. شكرا للسيدة رنا حسن قاسكي من المرشحة رقم 12 من القائمة 266 في محافظة نينوى. شكرا الدكتور ميرزا حسن. إلى أن نلتقي أعزائي المشاهدين، ونؤكد بأننا سنستمر في تقديم برامج من استوديوهات فضائية باديناسات حول تغطية الحملة الانتخابية. إلى أن نلتقي وإياكم من جديد، نستودعكم الله.